من غير مقدمات كتير عايزة أقول لكم إن دي أحلى طاسة فراخ ممكن تدوقوها. بنص كيلو بس من صدور الفراخ مع شوية خضار بسيط هنعمل وجبة كاملة وفي طاسة واحدة. هنحتاج للتتبيلة 4 أو 5 فصوص من الثوم، وعايزين كمان قطعة من الزنجبيل صغيرة قد دي كده هنفرمهم ناعم، وهنحط عليهم ربع كوباية من زيت الزيتون، وعايزين كمان عصير ليمونة كبيرة. وهنتبلهم بقى بمعلقة صغيرة بس مش مليانة قوي من الملح والفلفل الأسود، معلقة كبيرة حلوة كده من الزعتر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من بذور الفلفل الحار أو الشطة. ونقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس قوي. هنجيب صدور الفراخ ونغسلها كويس قوي وبعدين نصفيها من ميتها، وبعدين عايزين نقطعها بقى شرايح رفيعة. وهنجيب بصلة كبيرة أو بصلتين صغيرين وعايزين نقطعهم لشرايح رفيعة، بعدين هناخدها ونحطها على الفراخ، ونقلب بقى الفراخ والبصل بالتتبيلة دي كويس قوي. غطوها وحطوها في التلاجة تشرب بس من التتبيلة شوية. نجيب بقى طاسة كبيرة ونحط فيها بس معلقة من الزيت ونسيبها تسخن كويس قوي، وبعدين ننزل عليها بالفراخ. ما تحطوش الكمية كلها مرة واحدة عشان ما تنزلش ميتها، وخلوا النار في الأول عالية لحد ما تلاقوها خدت لون من تحت. نقلبها بقى تاخد كلها لون واحد، وبعد كده هدوا النار شوية عشان الفراخ تستوي براحتها. هنجيب بقى أي شوية خضار موجودين عندنا. أنا بحب أحط معاها فلفل أخضر، فلفل حامي، وفلفل ألوان. هنقطعهم كلهم لشرايح رفيعة. الفراخ خلاص كده هتكون استوت. نحط عليها بقى كل الخضار اللي قطعناه ونشوحه مع الفراخ شوية ياخد لسعة حلوة كده. واخر حاجة هنحطها وبتودي بقى طعم الفراخ دي في حتة تانية خالص، 3 أو 4 معالق كبار من المايونيز. ونقلبهم بقى مع الفراخ تقليبة واحدة بس ونطفي عليها على طول. هنسخن فحم على النار ونحط عليها على طول معلقة زيت. ممكن تتقدم بقى سخنة أو حتى باردة، في كل أحوالها طعمها رهيب. جربوها وأوعدكم هتدوقوا طعم مختلف للفراخ، هتعجبكم جدا، وبألف هنا على قلوبكم مقدما.